يا اهلا يا اهلا. ده وعي اخر سريع كده لحد ما عماد بيجيب حاجه، واول ما يرجع هنعمل ايه؟ هنابورت الفيديو. ماشي. بص بقى، انا من كام يوم كده كنت في خطوبه، وبعدين شفت واحده اعرفها بقالي مده كبيره ما شفتهاش، يعني كنا بنحضر مع بعض حاجه، وبعدين سلمنا على بعض، وهناء وحشتيني وما اعرفش ايه وازيك وعامله ايه واخبارك ايه وكل الحاجات دي. فسالتني هو انت قريبه العروسه؟ اكيد بقى، لان انا قريبه العريس. فقلت لها انا يعني مش قريبتها قوي يعني. فقالت لي يعني انت تبع العروسه؟ قلت لها اللفه طويله قوي، خال العروسه، مرات خال العروسه، اخو مرات خال العروسه، انا مراته. لفه طويله جدا. فراحت قالت لي هي دي المره الكام صحيح؟ ما ينفعش كده ولاء، ما ينفعش كده، ما نقولش للناس كده حبيبتي. ما نقولش للناس كده. الحقيقه انا اتخضيت من السؤال بجد، يعني حسيت ان هو ملوش محل في الاعراب، يعني اتخضيت. انا حسيت انه شجد كده، وجاوبت وقلت التالتة وعادي وتمام يعني. بس بعدها حسيت ان انا متاخده شويه، يعني ما كنتش مرتاحه قوي. فحكيت بقى لجوزي التالت، مؤاخذه يعني. اوكي. وحكيت لاخت جوزي، فبداوا يتكلموا انه ببرسبشنز ان هي اكيد معرفش، ممكن تكون لا، هي اكيد مش قصدها، بتسأل عادي، بعد كده لا ممكن بقى دخلنا في نوايا الناس وحاجات كده. وانا بالنسبه لي كان كل الاحساس انه انا حاسه بالخضه. ده بقى اللي عمل الريفلكشن اللي انا طالعه اتكلم عليه في الريل ده، او في اي حاجه في اللايف ده. الفكره، الفرق ما بين الاحساس والفكره يعني ايه؟ يعني ناس كتير يقولك اصل انا حاسه ان هي بتقول كده عشان غيرانه منك. ده مش احساس، دي فكره. احساس اقول انا حاسه بالغيره من فلانه، ده كده انا اللي حسيت. بس اصل انا حاسه ان هي غيرانه مني، لا حبيبي، دي فكرتك انت. انا حاسس انه مش طايق مراته. لا، ده مش شعور حبيبي، ده مش شعور، دي فكره. فناس كتير قوي بتمشي بهذا النهج، يعني انا حاسه ان علاقتنا مش هتكمل. هو فين الاحساس؟ احساس انا حاسس، بعدها شعور بقى. انا حاسس بالقلق، بالخوف، بالاكسايتمنت، الحماسه، بالفرح، بالحزن، بالذنب، يعني في احاسيس كتير. بس احنا ساعات بنقول احساس بعد كده نلزق فيه الفكره. فانا بقى كنت منتبهه جدا لكل التفسيرات اللي كانت بتتقال، انه انا حاسس انها كذا، وانا حاسس ان هي لا، يعني دي افكارك، ده مش شعور. الشعور انا اللي حسيت بيه لان انا اللي كنت في الموقف. الشعور هي اللي تقوله لان هي اللي عارفه هي قالت كده ليه، وهي اللي حاسه بايه. بس ما ينفعش اقول احساس حد مكانه. الاحساس ده البني ادم اللي بيحسه. I can feel for you، بس انا اعرف اقرب احساسي من احساسك. بس حتى لما بنقول لحد انا حاسس بيك، انت بتقرب الاحساس، بس انت اكشولي مش حاسس باللي هو حاسه، لان ده حاجه فيري يونيك، ما حدش بيعرف. يعني احنا كلنا بنقول احنا حاسين بالحزن، بس حزني غير حزنك، غير حزنها غير حزن اي حد. بس دي بقى اللي كانت الريفلكشن، لان انا يعني زي ما قلت لكم، انا بدات اسمع الناس بتقول انا حاسس ان هي ما اعرفش غيرانه، وبدانا نسال اسئله. طب هي اتجوزت؟ ما اعرفش والله، اتجوزت ولا اتطلقت ولا ايه اللي حصل، والله ما اعرف. يعني ما اهتمتش، يعني ما اعرفش. بدات استوعب ان الناس بتدخل الاثنين كده في بعض، احساسها بفكرتها. الحاجه بقى اللي على الاذر سايد بصراحه في موضوع جوازي الثالث، الفكره صحت جوايا كلام سمعته من النوعيه دي كتير، يعني من نوعيه دي ثالث مره تتجوزي، طب ما فيش واحد علينا؟ انا مش واخده من على حجرك. ما كانش في حضنك وانا خدته يعني، او هو مفيش حد بيتجوز في البلد غيرك؟ لا والله، في ناس كتير بيتجوزوا. انا بقى يعني السؤال بتاع بتعمليها ازاي ده بحترمه، يعني ازاي عملتيها؟ يا لهوي، ده سؤال محترم جدا. لو انت مهتم او انت مهتمه تعرفي انا بتجوز ازاي، انا هقول عادي، يعني هقول لك التكنيك عامل ازاي، يعني هقول لك. ومش اكيد هينفع معاك، لان دي سيلف جيرني ودي رحله طويله، يعني مش اكيد هتنفع معاك. وفكره انه يعني انك تبقى، السؤال مش عيب، الغباء ان انت تبقى عايز توصل لحاجه وما تسالش حد وصل لها انت وصلت لها ازاي. يعني لو انت شايف ان انا، او انت شايفه ان انا رول موديل، ان انا اتجوزت كذا مره وان انا بلاقي الرجاله كده، فطب ما تيجي تساليني ايه رايك بصراحه.
تعالي قولي لي هنا انت ازاي اتجوزتي 3 مرات؟ انا هقول لك ازاي كده. بس يعني انا بصراحه برضو انا والله من التجربه بتاعتي ومن تجارب الاخرين هقول لكم بس يعني حاجه كده ممكن تساعد ناس وممكن ما تساعدش حد خالص. انت لما بتبقى في حته واقف بتصطاد والحته دي ما بتجيبش سمك، من الحكمه ان انت تعمل ايه؟ قول انت تغير الحته. يعني مش معقول انا واقفه اصطاد والحته دي خلاص السناره ما بتشبكش، فانا افضل مصممه ومصره ان انا لا والله لا اطلع من الحته دي سمك. مش هتطلع سمك حبيبي. وسع المدارك، وسعي المدارك، غيري المكان اللي بتصطادي منه. وانت كمان نفس القصه، غير المكان اللي بتصطاد منه. فانا I'm supporting 100% الديتنج ابس. ديتنج ابس ليه بسبورت الديتنج اب؟ لان اوريدي واحده زيي مثلا انا اتجوزت 3 مرات اونلاين. 3 مرات عرفتهم كلهم اونلاين. ليه؟ لانه في مجال شغلي محدود، يعني الناس اللي بشوفها محدوده ايا كان بقى، لما كنت دكتوره تخدير او حتى بعدها ما انا كوتش او يعني او حتى في الايفنتس اللي انا بحضرها، الناس شفتهم ما بيحصلش اي حاجه وما فيش اي الكليك ما بتحصلش، الهارموني ما بيحصلش. خلاص انا ليه هفضل واقفه اصطاد في نفس الحته؟ طب ما البحر واسع. ما اروح بقى ديتنج اب وادور واشوف اشوف حد مناسب ليا وما اشوفش حد. بمناسبه الديتنج اب والله فكرت اعمل ورك شوب اسمها ديت اونلاين لاف اوفلاين، انه عادي جدا ان هي وسيله تعارف، الناس بتعرف فيها على بعض فيتعرفوا. يا شفتوا طيبه قلبي برضو قلت لكم التركه، ما كنتش عايزه اقول لكم بجيب الرجاله منين بس قلت لكم من الديتنج ابس يا جماعه. بس هي مش دي الفكره، بس يعني الديتنج اب زي يعني عشان بس الناس ما تاخدهاش بفكره انه بماتيريالايز او بشيء البني ادمين. هي مش كده، هي فكره انا عارف انا ايه. فلما باجي اتعرف على بني ادم، لو البني ادم ده he is not a match يعني، او هي she is not a match، فمش بقعد اضيع وقتي مع البني ادمين. خلاص انا شفت حاجه كاني بشتري حاجه اونلاين، انا شفتها عجباني حلوه ولطيف بس مش ليا. طب ليه هقعد اضيع بقى وقتي وكل شويه ادخل ابص عليها؟ طب اشوفها من هنا اشوفها ليه؟ مش حكمه يعني. فالسبيل باختصار عشان انت تدخل علاقه ان انت تكون نفسك وتختار حد مناسب مع نفسك، ما تلويش يعني ما تطبقش نفسك، ما تزيفش، ما تبقاش عن عمد. يعني كلنا بنعمل ده اوقات عن غير عمد، بس عن عمد يعني ما تكونش حاجه، ما تدعيش حاجه انت مش عارفها. بس كده. فالمهم يعني هي الحوار خدنا الحته الثانيه بس انا كنت عايزه اقول القصه بتاعت الاحساس والفكره انه في فرق ما بين الاثنين، فنركز. واللي بجد عايز يعرف انا بتجوز ازاي وعنده فعلا مستعد يتعلم يعني ازاي يعرف نفسه ويقدر يرتبط، ممكن اقول له طرق كتير وان شاء الله يطبقها ويلاقي شريك حياته ان شاء الله. بس ما اضمنلوش بقى انه الاستمراريه دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا وبتاعت شطارتكم برضه. ماشي باي باي.